المفاجأة، وقال إن هيبقى في مفاجأة كبيرة جدا 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 لضيف جديد في الاستوديو، وقال ضيف ما يتوقعوش حد لكن الكل هيفرح بيه، وترك لينا باب التوقعات. أنا عندي التوقعات 1 من 5. 1 محمد أبو تريكة، وهو في أغلى عندنا من محمد أبو تريكة؟ محمد أبو تريكة الموجود حاليا في قناة بي ان سبورت، ولكن بي ان سبورت مش هتذيع المباريات، وبي ان سبورت منافس لام بي سي، وهل بي ان سبورت بسهولة تتنازل عن أبو تريكة؟ ده مسألة صعبة شوية. نمرة 2 عندي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي في جيله الذهبي. نمرة 3 خبير سويسري، يا مارسيل كولر المدير الفني الأخير للنادي الأهلي، يا رينيه فايلر المدير الفني اللي قبله للنادي الأهلي. واحد من الاثنين دول ممكن يكون هو المفاجأة. نمرة 4 تركي آل الشيخ نفسه، ممكن يكون هو اللي موجود في الاستوديو التحليلي ويفاجئنا كلنا بتواجده مع إبراهيم فايق وسيد عبد الحفيظ ومحمد بركات بالفانيلا الحمراء، خصوصا انه هو صاحب الفكرة.